فضيحة عالمية اقسم كارثة والله الا كارثة. الطاقم الفني، هاي نوريكم الفيديو هنايا. الطاقم الفني ديال المنتخب الوطني سرق الكرات. يا وليد صاحبي، واش هاد الكارثه راك دير فيها؟ المره اللي فاتت من هضروا لكم على القضيه ديال محمد سادس قلتوا ودي ما كايناش وطاطات، اليوم خرجوا لكم الكاميرات. يا راه ملعب مولاي الحسن كلشي معمر كاميرات. الله يهديكم، واش هاد الفضيحه الكارثه اللي درتوه؟ تتحملوا المسؤوليه وطرحلوه كاملين، طرحلوه كاملين. هذاك منتخب ماشي اللعب. واش محرز وقاضيتو على كره باغي سرقتوا كرات من الملعب؟ ها واش هاد الحشومه، واش هاد الفضيحه، واش هاد الكارثه راكم دايرينها؟ يا هاد الاتحاديه تحترم نفسها وتحترم الجمهور الجزائري، تمشي كامله ترحل بها بهذاك المسؤولين ديالها، لانه هذه فاضحه القرن. يعني فاضحه 2025 هذه داخلين على 2026 بفاضحه، دخلنا على 2026 بفاضحه سرقه الكرات. ونزيد لكم حتى الجمهور دخل فيها، حتى الجمهور واحد من الجمهور دا الكرات. المغرب راه داير لك الكاميرات من كل جهه بارتو. ياك ما صحاب لك راك تلعب في كينيا ولا تلعب في كوتيفوار ولا كاميرا، ما كاينش كاميرات وما كاينش، وتبرع كي بغيت. هنا المغرب هذا والله ما يطلقك. واش هو دار لك هذاك الملعب ديال مولاي الحسن بالفلوس كبيره وكاميرا ما يقدرش يديرها لك؟ يدير لك كاميرات، ملاعب كاملين فيهم كاميرا، كلشي مجهزين، طرقات كاميرات، الدنيا كاميرات. ياك ما راك صحاب لك راهم هذوك اللي يفوت ولا يبغي يشفر شي حاجه ولا ناوي يدير شي حاجه في برا في الشارع، والله الا ما عمرها كاميرات، والله من ما الدور كاميرات. تغلط غير تغلط، تنوي تغلط راهم معاك.